عايزة اقول لكم انا لما بنزل اشتري اي علافة لازم اول ما اطلع اعمل الخطوة دي. اي علب فاضية عندي بجيب فيها اي حاجة من بره بغسلها وانضفها واشيلها، وبتنفعني جدا بقى في الوقت ده. بس يلا اعملوا لايك وشير وصلوا على النبي في الكومنتات، ولو مش متابعيني تابعوني. اول حاجة بجيب العلب بتاعتي بغسلها وانضفها وانشفها كويس جدا، واجيب بقى اي نوع بقوليات وابتدي ان انا احفظه علشان ما يسوسش او يعمل دود او يعمل اي حاجه ممكن تتخيلوها. الطريقه دي بتحمي البقوليات عندنا، بتقعد لمده سنه كامله ما بيجرالهاش اي حاجه. بجيب معلقه كبيره من الملح وفصين من الحبهان واقلبهم بالشكل ده، بكده انا اضمن ان هي ما تسوسش ولا تدوت ولا تعمل اي حاجه. بعد كده باجي كمان اجيب لسان العصفور. عايزه اقول لكم اكتر حاجه بتسوس العدس ولسان العصفور والرز. جبت معلقه من الملح كده، وبعد كده على طول بقى هقلبها كويس زي ما انتم شايفين. المهم ان معلقه ملح كبيره بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان انتوا بتحطوهم في المطبخ ما بيجرالهمش اي حاجه. هنا كان في مكرونه صغيره فشيلتها بالشكل ده. بعد كده على طول بقى هجيب عايزه اقول لكم قبل ما بستخدم اي حاجه بحطها في مصفى ضيقه كده وانزل الملح منها. بس احنا بنحطه كمضه حافظه يحافظ لنا على الحاجه ان يخش فيها نمله او سوس او عفن او اي حاجه. بعدين بحط كمان عليها ورقتين من اللوري بس كده وبركنها على جنب. بعد كده بقى ايه هنجيب معانا الفول. الفول ده هندمسه مع بعض ان شاء الله. نزلت كده بالفول بتاعي في العلبة، هجيب له بقى معلقة كبيرة. هكمل بس بقية العلبة. يلا قوليلي من اي بلد بتشوفيني، وكمان اعملي شير للفيديو لانه بجد حلو. جبت بقى معلقه كبيره من الملح. الملح اساسي معايا لكن بغير، بحط مثلا ممكن حبهان في حاجه وممكن في ورق لوري في حاجه تانية. هنا هحط جنزبيل ناشف. الجنزبيل الناشف المجفف حطيت كده قطعتين، وحطيت الملح وقلبت كويس، وحطيت كمان ورقتين من اللوري لان الفول بيسوس برضو يا جماعه. عايزه اقول لكم انتوا بكده تضمنوا ان الحاجه لو قعدت عندكم سنه كامله مش هيجرالها اي حاجه. قلبيها كويس واقفليها، وبكده تبقي ضمنتي ان حاجتك هتفضل زي ما هي لحد ما تخلصي. انا اوريكم في حاجات صغيره، انا جايبه حاجات اكتر من دي طبعا، بس انا بوريكم في كميه صغيره. هنا الفول والبصاره برضو هنفضيه بالشكل ده، وبرضو هبقى اعمله معاكم في فيديو ان شاء الله. جبت بقى ملح وورقتين من اللوري زي ما انتوا شايفين كده، وحته من الجنزبيل المجفف الناشف. ما ينفعش طبعا الفريش خالص. هنقلبهم كويس قوي ونغطي. زي ما قلت لكم العلب دي بتيجي في الحلويات او في الاكل والحاجات دي، انا بغسلها كويس جدا وبشيلها، وبتنفعني بقى في تفريز الفاكهه، في ان انا اشيل فيها العلافه بتاعتي بالشكل ده، وما بتاخدش مكان زي ما انتوا شايفين كده. اذا عجبتكم بقى طريقتي النهارده اعملوا شير ليها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ودمتم بخير.